أستاذ بالسمارة في قطاع التعليم. أنا الزوج ديال المرحومة السكالي فاطمة تو. الزوجة ديالي كانت تتمتع بصحة جيدة وجات لمدينة طنطا عند العائلة ديالها، وأنا جبت العائلة ديالي هنا تنقلوا لهنا على أساس باش يكون عندنا واحد المولود جديد. فإذا به جات نهار الخميس 25 يونيو جات المستشفى، دخلت على الساعة 10 صباحا. استقبلها الطبيب المكلف بأمراض النساء والولادة بطنطا، نعم، الدكتور البوزيدي المنتصر. ثم قلنا له بأن لديها ملف صحي، وسبق أن وضعت بنتا عمرها 5 سنوات بواسطة عملية قيصرية. أصر، وأنا لا أعرف إلى حد الساعة، أنا أتساءل لماذا أصر الطبيب البوزيدي المنتصر على ولادة زوجتي بطريقة عادية. عمرها 41 سنة وعندها الأحكاك ضيقين، وهذا الشيء هو ما عرفوا جاهلوا، والله تجاهلوا، وخلاها من 10 صباحا إلى 1:30 ليلا. ثم جاو جوج ديال النساء، الطريقة كيفاش داروا معاه، دار لهم عمليتين قيصريتين ومشى كيشتغل. بعد الفطور تركها هي، لأن التقرير ديال الطب ديال مدينة طنطا كيقول بأنه كان متواجد معها طيلة هذيك المدة. على العكس، وعندها الأدلة، ويمكن وزارة الصحة والسلطات تتأكد من هذا الشيء اللي كنقول. مشى كيشتغل في المصحة ديال الدكتور بوهلال، ودار هذاك اليوم شي تقريبا ما يقارب 40 كونسلطاسيون، يعني نعم للنساء. ما جا السيد حتى الوحده، ربما فات الاوان، لان الزوجه في التقرير الطبي بدات العمليه ديال الحمل مع السبعة ديال العشيه، في الوقت اللي هو كان غايب. وهذا يعتبر تقصير، ماشي هو خطا. لو كان خطا نعتبره خطا طبي، هذا تقصير واهمال وتعبير عن لا مسؤوليه ولا ضمير، ما عندوش ضمير ديال المهني، ليس لديه، لان مشى كيشتغل خارج المستشفى في الوقت اللي هو خاصو يتواجد داخل المستشفى. لذلك أنا من هذا المنبر الإعلامي أطالب السيد الوزير، وعندي الثقة كاملة في السيد الوزير، لأن فاد تاخذ إجراءات ضد أطباء آخرين داروا حذو هذا الطبيب. أطالبه من هذا المنبر أن يتخذ الإجراءات اللازمة، وفي الوقت نفسه نحن سنعرض الملف على العدالة لتقول العدالة، ونحن واثقون كذلك من العدالة لدينا في بلدنا، نحن واثقون، وستقول العدالة كلمتها بناء على التقارير الطبية ديال مدينة قلميم والمستشفى الجامعي. نحن تلقينا نكبة، المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش. إذا نحن تلقينا واحد النكبة بالتنقلات ديالنا من مدينة لمدينة. صمنا قرابة 15 أو 16 يوما في مدينة مراكش، الإقامة في الفنادق، المصاريف، الأدوية اليومية. السلطات مشكورة من هذا المنبر، كنشكر السلطات ديال مدينة قلميم وكنشكر السلطات ديال مدينة مراكش، وعلى رأسهم السيد المندوب الجهوي للأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد الباشا ديال مدينة مراكش اللي مدونا بالعون وعطاونا السيارة ديال الإسعاف لنقل الجثة. وهذا والسلام.